السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة في الفيديو هنعمل معاكم القلقاس، هنعمله بطريقة حلوة قوي ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو دلوقتي وعلى الطريقة، ما تنسوش ان انتوا تصلوا على النبي في كومنت وندعي لاخواتنا في غزة ان ربنا يعدي الكرب ده على خير وينصرهم نصرا عزيزا يتعجب له اهل السماوات والارض. انا اسفه بس انا مش عارفه، البرد يعني الشتا بيجيب لي البرد معاه، صدري بيوجعني جدا، فاسفه يعني لو صوتي فيه حاجه او ان انا يعني مش قادره اخد نفسي وكده. طبعا وكالعاده عارفين ان انا مش بحب ان انا اسلق اللحمه، يعني اسقطها في ميه مغليه، لا، بحب ان انا اشوحها الاول بالحبهان والورق اللوري والمستكه والفلفل الاسود، ولو فيها حته دهنه ولا حاجه بحب اشوحها كده مع بعض، وبصلايه وطماطم، بس الطماطم مش دايما بضيفها، يعني الطماطم مش دايما ان انا بضيفها، وهقلبهم كده مع بعض واشوحها. واول ما اللحمه تتصدم وتغير لونها او تغير اللون بتاعها هروح نازله عليها بميه مغليه، عشان لو حطيت ميه ساقعه اللحمه هتشد معايا وهتغيب قوي في السوا، فبنزل بميه مغليه او ميه سخنه من الحنفيه. تمام كده عشان اللحمه تغلي معايا قوي. بس هسيبها بقى ان هي تغلي. لو طلع على الوش اي ريمه ولا حاجه هروح شايلها كده بمعلقه وايه ورميها. عندي ده بقى ربطه سلق، عليها نص ربطة شبت ونص ربطة بقدونس ونص ربطة كزبرة. تمام. ربطة سلق عليها نص ربطة بقدونس ونص ربطة شبت ونص ربطة كزبرة. هحطها بقى كده بعد ما غسلتها كويس اوي وصفيتها، هروح حطاها كده في قلب الطاسة دي. الطاسة ما فيهاش اي حاجة خالص، بس هحط عليها معلقة سمنة واحدة بس، اللي هي ايه كمان مش معلقة، يعني ايه سنة بسيطة كده خالص، عشان خاطر ايه السلق ما يلزقش معايا، لا يبقى حاجة كده تزحلقه في الطاسة ما يلزقش. تمام. هشوحهم بقى وهسيبهم مع بعض على نار هادية خالص، علشان خاطر ايه يعني يتحمر معاكي بس ما يتحرقش. الخطوة دي مهمة جدا ان انتي يعمليه على نار هادية، ومن وقت للتاني كده قلبي فيه ايدك فيه على طول، عشان خاطر لو سبتيه هيتحرق معاكي، لونه هيغمق بسرعة وهيتحرق معاكي وهيبقى طعمه ممرر كده. لا بعد كده ما خلاص يعني ايه دبل خالص 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 معايا، حطيت له بقى ايه معلقة سمنة كده حلوة كبيرة، عشان خاطر ايه يتحمر فيها بس ما يتحرقش. يعني خدي بالك ان هو ما يتحرقش منك، على نار هاديه. يعني انا دلوقتي هنقله على العين الصغيره وهسيبه كمان، يعني العين الصغيره وهوطي عليه خالص، هسيبه على نار هاديه جدا عشان خاطر ما يتحرقش. تمام كده ماشيين مع بعض مظبوط. اللحمه خلاص كنت مولعه عليها، يعني اللحمه اول ما تغلي غلوتين كده هروح موطيه عليها وسايباها برضو على نار هاديه عشان تطلع لك شوربه حلوه. اي شوربه او اي حاجه عندك عايزه تطلعي منها شوربه حلوه، بعد اول غلوتين ادفع يعني وطي عليها على طول، وطي عليها وسيبها على نار هاديه. والسلق اهو بتاعي كده خلاص كان اتحمر، يعني هو ايه هطفي عليه خلاص كده. كنت طفيت عليه. ودي بقى السلق التاني، برضو كانت ربطة سلق عليها نص ربطة شبت ونص ربطة بقدونس ونص ربطة كزبرة. هنعمل القلقاس النهاردة بطريقتين، طريقة اللي هي السلق اللي حمرنا فيها دي، وطريقة اللي انا بخرطه دلوقتي زي الملوخية بالظبط. الطريقة اللي تعجبك وتريحك اعملي بيها. انا دلوقتي بعد ما غسلت السلق طبعا بالخضرة، صفيتهم حلو حطيتهم في كيس وفضلت اخرط فيهم لحد ما بقوا ناعمين خالص كده معايا زي ما انتم شايفينهم. خرطتهم في كيس كمان عشان خاطر يعني السلق والخضرة بيبقى فيهم ميه، وانا عايزه الميه بتاعتهم دي، مش عايزه ارميها، عشان كده خرطتهم في كيس وركنتهم على جنب. والقلقاس ده كان اخر كيس عندي في الفريزر من تفريزات السنه اللي فاتت، يعني ده كان اخر كيس خلاص من تفريزات السنه اللي فاتت. ان شاء الله باذن الله كده نجيب كميه حلوه للقلقاس وكميه حلوه كده للبسله، ونفرزهم مع بعض باذن الله عشان رمضان كده، كل سنه وانتم طيبين، عشان ده الموسم بتاعهم كمان. غسلت كده القلقاس بميه سخنه وصفيتها، ورحت حاطه عليه حبه ملح. انا بحب ان انا ادعكه بملح علشان خاطر المزلقه اللي بتبقى في القلقاس وكده الملح يشيلها. الشوربه خلاص بتاعتي كانت داخله على يعني اللحمه كانت داخله على السوا، فرحت بهرت الشوربه بقى، حطيت لها الملح بتاعها المظبوط، وبرضه هسيبها على نار هاديه 10 دقايق كده لحد ما اطفي ايه
عليها. الله اكبر، الله اعظم، العزة والجلالة لله. الله اكبر، الله اكبر. انا هفصل بس لحد ما الاذان يخلص وهرجع لكم تاني. انا فصلت بس عشان خاطر نسمع الاذان. دلوقتي بقى هجيب القلقاس هقسمه على حلتين، يعني دوت كان اخر كيس قلقاس زي ما قلت لكم عندي من تفريزات السنه اللي فاتت، بس هقسمه على حلتين عشان هنعمله بطريقتين زي ما قلنا. حطيت حبه في الحله دي وحبه في الحله دي، وهبتدي دلوقتي ان اجيب الشوربه وهروح نازله بالشوربه كده على القلقاس. كنت ناويه اغرب بالكبشه، بس حسيت الموضوع وانا لسه يعني قلت لنفسي وانا لسه هقعد اغرب بالكبشه، لا هاتي الحله وتدوقي على طول. فده بقى اللي حصل دلوقتي، يعني ايه كسلت ان انا اقعد كل شويه اخد كبشه في كبشه في كبشه. لا رحت ايه، نزلت دلقت بالحله على طول. حطيت بقى كميه الشوربه المناسبه اللي القلقاس هيستوي فيها. وهجيب دلوقتي بقى السلق اللي احنا حمرناه دوت في معلقه سمنه، وهروح حطاه في الخلاط وحط عليه كبشه شوربه عشان يلف في الخلاط، واروح ضرباه في الخلاط. ممكن تدقيه في المصحان عندك او تضربيه في الكب عادي جدا. وبعد ما حطيت عليه كبشه الشوربه هحط عليه نص معلقه توم كده صغيره او فصين 3 توم مفرومين، وهضربهم بقى ايه في الخلاط او في الكبه تدقيهم، اهم حاجه تنعميهم قوي عشان خاطر ما يبقاش فيهم قطع ولا حاجه. تمام كده. وده كده شكله. وممكن تفرزيه بالطريقه دي، يعني انت ممكن تعملي تجيبي كميه سلق وخضره كبيره وتفرزيه بالطريقه دي. تمام، يعني تعملي كميه كبيره بالطريقه دي وتعبيها في علب او في اكياس وتفرزيها بالشكل ده. هتقعد معاكي برضو من السنه للسنه. بس انا السلق اللي كان عندي في التلاجة مفرزه كان خلص، فجبت ربطه سلق وعملتها برضو قدامكم بالطريقه دي. لو هتفرزيه اعمليه بنفس الطريقه دي كده بكميه كبيره وعبيه في علب وحطيه في التلاجة. وكل ما تيجي تعملي والقاس طلعي مثلا العلبه، لو انت عامله العلبه على قد المره تمام. لو عامله كلهم في الكميه كلها في علبه كبيره، بطلعي بقى ايه معلقه معلقتين على قد الطبخه اللي هتعمليها، وشيلي الباقي تاني مفيش اي مشكله. السلق بقى التاني والخضره اللي احنا خرطناهم بالمخرطه هنجيبهم كده في مصفى وهنعصرهم كويس اوي، نصفي الميه بتاعت السلق والخضره في قلب الحله كده على القلقاس. وهسيبهم بقى ايه يغلوا بقى على النار، معلقتين زيت كده في حله وحبه شعريه عشان نعمل حبه رز بشعريه. طالما في شوربه وفي قلقاس يبقى لازم حبه رز بالشعريه، حاجه كده بقى ايه حكايه. هحمر بقى الشعريه كده وهغسل كميه الرز المناسبه ليها. واول ما الشعريه تاخد اللون الذهبي ده كده، بس انا حطيت حته توم نيه يعني فصين توم نيين كده في قلب القلقاس. اول ما الشعريه كده تاخد اللون الذهبي ده هروح نازله عليها بكميه الرز المناسبه، وهشوحهم برضو ايه مع بعض كده بالملح. هحمرهم مع بعض كده بالملح برضو. هحط بقى الملح كده، ظبطي ملحك طبعا. وهقلبهم بقى مع بعض. اهم حاجه تشوحي الرز كويس قوي عشان خاطر الرز لو ما شوحتيهوش كويس وفي ميه هيعجن معاكي. انا طالما عندي شوربه بحب ان انا اعمل الرز نص شوربه ونص ميه، ممكن انتي تعمليه بشوربه بس لو عايزه، وممكن تعمليه بميه بس لو عايزه، مفيش اي مشكله. بس انا بحب احط كبشتين 3 شوربه كده واكمل بالباقي ميه. وكمان عشان عامله كميه الرز هو بس على قد اليوم. لكن لو انت مسويه الرز بشوربه وشلتيه في التلاجة تاني يوم مش هتستطعميه، يعني فاهماني. فلو هتعملي كميه كبيره وعارفه ان هي هتتفضل منك في التلاجة، فاعمليه بميه بس، زوديه بميه بس انا يعني بحب طعم الشوربه كده في الرز، فحطيت نص شوربه ونص ميه. في طاسه بقى ايه حطيت معلقه سمنه كده. كان القلقاس ده استوى، يعني القلقاس دوت اللي احنا ضربنا له السلق والخضره بتوعه في الخلاط خلاص كان استوى. لونه كان خطير حرفيا، لونه كان حلو جدا جدا جدا، واخد اللون الزيتي الخفيف ده كان حلو قوي. في طاسه بقى حطيت معلقه سمنه وحطيت عليها نص معلقه توم، وهشوحهم كده مع بعض. هحمر التوم في السمنه مع حبه كمون وحبه كزبره عشان نعمل الطشه بتاعه السلق بتاعه القلقاس ولا ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
ممكن تعملي القلقاس على شوربة فراخ عادي جدا، مش لازم شوربة لحمة، مش لازم تعمليه وانتي عاملة لحمة، ممكن تعمليه على فراخ عادي جدا. ممكن تعملوه شوربة كدابة وتعمليه بيها، مش لازم شوربة خالص. بس ده كده خلاص هيتفق عليه. بعد ما طشيت الطشة بتاعته هروح طافية عليه على طول. بصوا كان دايب دوب، كان مستوي سوا مظبوط جدا، كان دايب دوب. بس هنعمل بقى الطشة بتاعة القلقاس التاني. احنا يعني عشان ما تتوهوش مني، احنا قلنا في بداية الفيديو ان احنا هنعمل طريقتين للقلقاس النهاردة. طريقة اللي احنا حمرنا السلق بالخضرة وضربناها في الخلاط، والطريقة التانية اللي احنا خرطنا السلق بالخضرة بالمخرطة. تمام كده. هحط بقى معلقة سمنة حلوة كده عشان خاطر نعمل الطشة بقى بتاعة القلقاس التاني. والخضرة والسلق اللي احنا عصرناهم او صفيناهم بالمصفى ركنتهم على جنب. وهجيب بقى دلوقتي في معلقة السمنة اللي حطيتها دي، هحمر الخضرة مع السلق كده شوية، وبعد ما يتحمروا حبة راح عاملة حفرة كده في النص، وهنزل ايه بنص معلقة توم، وهشوح او هحمر التومة مع السلق ان هما ايه يتشوحوا مع بعض حبة كده حلوين. وهحط عليهم برضو حبة كمون وحبة كزبرة. يعني الطريقة هي الطريقة هي القلقاس ده والقلقاس ده، الطريقة بتاعتهم هي، بس الفرق ان دوت بنخرط السلق والخضرة بتوعه، ودوت بنحمرهم وبنضربهم في الخلاط. بس ده كده الفرق بين دي ودي. تمام كده. هحمرهم بقى وهروح طشاهم بقى ايه على القلقاس التاني. هو برضو خلاص كان استوى، طالما حطيت له الطشه بتاعته كده يبقى هو خلاص استوى، هطفي عليه. ورز برضو خلاص كان اتشرب ووطيت عليه عشان يستوي. بصوا مرهم كريمه كده، حاجه دايبه دوب. الرز خلاص كده خلاص كان اتشرب ووطيت عليه بقى عشان خاطر يستوي على نار هاديه. وكده خلاص كان الرز استوى. يعني شفتوا غمضتوا عينيكم وفتحتوها لقيتوا الرز استوى. هنبتدي بقى ان احنا نغرف بقى الاكل. اللي عايز من الطريقة دي ياكل منها، واللي عايز من الطريقة دي ياكل منها. كل اللي بيحب طريقة ياكل منها، وانت الطريقة اللي تريحك وتحسيها اسهل ليكي اعمليها. يعني ما توقفيش نفسك على حاجة. عملت لكم طريقتين وهم الطريقة اللي تعجبكم والاسهل ليكم اعملوها، وما ما تشيلوش هم اي حاجة، كل حاجة سهلة وبسيطة. الرز كان مفلفل جدا وكان خطير 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 خطير، والشوربة كانت حكاية. بس كده. فيديو كان سهل وبسيط وسريع كده، ما اخدناش فيه وقت، والشوربة كانت حلوة قوي واللحمة كانت مستوية. يا رب الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. متنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.